أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام. خلال صبيحة الغد نسبة رطوبة عالية على الواجهة الداخلية الوسطى مع ضباب حتى على السهوب، ليتلاشى فسيح لأجواء غائمة جزئيا تقريبا على جل المناطق الشمالية. السحب بدون فعالية على السواحل وكذلك الهضاب والمرتفعات. السحب من النوع العالي ستنتشر على الصحراء الوسطى لغاية أقصى الجنوب. 3 درجات خلال ليلة اليوم وخاصة صبيحة الغد على السطيف، 8 درجات على العاصمة تيزي وزو والبوير وحتى على الجلفة، 12 درجة على كل من بشار وغرداية، 23 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد درجة الحرارة القصوى ستعرف ارتفاع خاصة على المناطق الغربية. ننتظر 26 درجة على غليزان معسكر حتى على تلمسان، 25 درجة على وهران، 22 درجة على العاصمة كذلك تيزي وزو والبويرة وحتى على بجاية جيجنسكي دعنبة والطرف، 27 درجة على ولاية غرداية، 28 درجة على ولاية بشار، تفوق 30 درجة على كل من إليزي كذلك جانت تمنرست الصحراء الوسطى وكذلك تندوف، لتصل كعلى مقياس إلى غاية 38 درجة على أقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي ببحر قليل اضطراب إلى مضطرب محليا خاصة على السواحل الوسطى والسواحل الشرقية، رياح معتدلة، بينما بحر قليل اضطراب على الواجهة الغربية رياح ضعيفة. أمطار إن شاء الله خلال يوم الغد تكون تحت توقع رعود ستخص كل من بانغي كذلك أبيجان، نفس الأجواء على أنطاناناريفو، بينما أجواء مغشاة على أديس أبيبا مع 25 درجة، نفس الأجواء على كينشاسا مع 34 درجة، لكن درجات الحرارة تنخفض مع أجواء متقلبة على كيب تاون لتقارب 20 درجة. غروب الشمس ليوم الغد الأربعاء 8 من شهر مارس المصادف لعيد المرأة، إذن سيكون بحول الله على مستوى العاصمة في تمام 6:48 دقيقة. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان الله.